في الفيديو ده هنتعرف على السيف جارد اللي وظيفته حماية الموتور من التلف لو حرارته عليت نتيجة ان احنا مثلا نسيناه شغال والحنفيات مقفولة او كانت المية قطعة والاوتوماتيك موصل كهرباء ليه دايركت. بفكرك ان القناة عليها قوائم تشغيل مرتبة للمبتدئين من اول الاساسيات ولحد الاحتراف في كل ما يخص الهندسة والصيانة العامة. انا احمد داوود، دكتور هندسة. هو هنا بيركب الطبة دي اللي احنا شايفينها، الطبة دي اللي بيدخل فيها الحساس بتاع السيف جارد، بيربطها بمفتاح تقريبا مقاس 14. تلاقي الطبة بتاعت السيف جارد دي فيها زي ثقب كده بيدخل فيه الحساس، هنشوف الكلام ده كله دلوقتي. هو فك طبة، ادي الطبة اللي هو فكها، شوف فيه طبتين هنا في الفرغة، فك طبة وركب مكانها الطبة بتاعت السيف جارد. ادي السيف جارد بعد ما وصلناه على الموتور، في تحت 6 مسامير، الثلاثة اللي على اليمين دول بتوع السلك اللي داخل الموتور، الطرفين اللي على اليمين دول هما الطرفين الكهرباء، السلك الاصفر ده الارس. في ال3 مسامير اللي على الشمال دول دخول الكهرباء، الارس اللي هو الاول من اليمين كده، والاثنين اللي في الاخر دول بتوع طرفين الكهرباء اللي هما الطرفين اللي جايين من مصدر الكهرباء. ادي الحساس اهو بيدخل جوه الطبه بالشكل ده في الثقب كده، وبعدين هنا الطرفين دول اللي داخلين للسيف جارد اللي على الشمال دول اللي هم جايين من مصدر الكهرباء الرئيسي، يبقى مصدر الكهرباء على الشمال واللي داخل الموتور على اليمين. احنا هنا وصلنا مصدر الكهرباء بالسيف جارد، وهنبتدي نجرب السيف جارد ونظبط اعدادات. يلا بينا. الرقم اللي باللون الاحمر ده اللي هو 18 اللي مشاور عليه ده رقم درجة الحرارة الفعلية اللي حاسس بيها الحساس. الرقم 40 اللي على اليمين ده اللي هو بيقلله وبينزل فيه دي درجة الحرارة اللي بنقول للسيف جارد افصل عندها. احنا هنا ظبطناها من الاسهم اللي تحت نزلناها ل 36، يعني بنقول للسيف جارد افصل عند 36. والرقم اللي على الشمال ده اللي هو بيظبط فيه ده برضو بالاسهم بيعلي او ينزل فيه، ظبطناه على 34، يعني بنقول للسيف جارد لما الحرارة تعلى افصل، لما تنزل عند 34 اوصل. بص كده هيسخن هو على الحساس، الحرارة عليت، ولما الحرارة عليت اللمبة اللي عند 36 نورت، معناها ان الكهرباء كده فصلت عن الموتور، ان هو كده فصل عشان الحرارة عليت عن 36. شوف لما تنزل بقى ل 34 اللمبة اللي عند 34 نورت، معناها ان الكهرباء كده وصلت للموتور. تمام، يبقى انت عندك لمبتين، لمبة عند حرارة الفصل بتشتغل لما الكهرباء تكون فاصلة نتيجة ان الحرارة عالية، ولمبة عند حرارة الوصل بتشتغل لما الكهرباء تكون واصلة نتيجة ان الحرارة منضبطة. بس احنا كنا بنجرب بالولاعة على الحساس، وادي الحساس ركبناه مكانه، والسيف جارد اهو بعد التركيب. ارجوك ما تنساش والدي وما تنساش محمود اخويا من صالح دعائك، ولو استفدت مني حاجة يا ريت تدعي لي وليك بالصحة والستر وراحة البال والهداية للطريق الصحيح والمستقيم.